السلام عليكم. النهاردة بقى هنطبخ مع بعض الطبيخ الأصلي المصري. هنعمل مع بعض البسلة ولا الرز المفلفل اللي يطلع معاكي كده الشعرية قد الرز المفلفل وخطير بالشكل ده. وكمان هنعمل فراخ خطيرة وبدون فرن، هنولع عليها الشواية بس. تابع الفيديو للآخر وتعالى نسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنجيب كده حلة، وهنضيف كده اكتر من نصها من المية، يعني 3/4 كده من المية. ضفت بصلاية وهنضيف كمان ورق راولة، وكمان لو عندك حبيان انزلي فيه. وحطيت معلقة كبيرة كده من الملح. مسكت الفراخ بتاعتي غسلتها كويس جدا جدا بالليمون والدقيق والملح، تمام. وبعد كده غسلتها كويس تحت الحنفية وصفتها كويس خالص. دي احلى طريقة جدا جدا للفراخ، مش هتحسي بأي زفارة خالص، تمام كده. وبعد كده هنزل بيها. أول ما المية تغلي كده هنزل ببصلاية وورق لورا ومعلقة كبيرة من الملح، وكمان كم حباية كده من الحبهان، تمام. دي هتحلي معاكي كده الشوربة وتخليها زي العسل. يلا بينا نشوف هنعمل الطبيخ ازاي. جبت كمان حلة وحطيتها كمان على النار، وحطيت معلقتين كبار من السمنة، تمام. وكمان بشرت بالظبط كده بصلتين كبار، بشرتهم ناعم بالشكل ده. هقلب لحد ما البصلة بتاعتي تدبل وتاخد لون مكرمل بالشكل ده، تمام. هنعمل بقى حاجات خطيرة في الفيديو ده، اوعي تفوتيها، لان الفيديو ده هتطلع منه مستفادة ومتعلمة منه حاجات كتيرة جدا. ما تنسوش تدعوا لابويا بالرحمة، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبرني على فراقه. شكرا جدا ليكم، ربنا يخليكم ليا يا رب ويعوضني خير بإذن الله. بعد ما البصلة كده خدت معايا لون، هنزل بالطماطم بتاعتي، تمام. واغطي الطماطم لحد ما تتسبك معايا. وما ننساش طبعا سنة السكر اللي بنضيفها على الطماطم على اي صلصة عشان تعادل معانا الحموضة بتاعت الصلصة، تمام. هغطيها لحد ما تتسبك معانا بالشكل ده كده. طب هعرف ازاي ان هي اتسبكت؟ اول ما تحسي كده ان السمنه عمت كده من فوق، هي كده خلاص اتسبكت معاكي الصلصه. بالمناسبه البسله اللي انا نزلت بيها، البسله دي يا جماعه انا كنت مخزناها عندي وبقالها ما شاء الله كام شهر. شايفين زي ما هي خضرة؟ لو عايزين الطريقه هتلاقوها في صفحتي، تمام. هنزل بقى كده بالشوربه المظبوطه، تمام. انا ما بحبش يا جماعه ازود شوربه كتير في الطبيخ. بحب الطبيخ يكون معايا كده وسط، لا يكون خفيف ولا تقيل. فنزود الشوربه كده حاجه بسيطه ونسيبه كده يستوي على مهل. هنحط طبعا الملح المظبوط، وكمان هنضيف شويه فلفل، بس كده مش اكتر من كده، لان احنا واخدين شوربه الفراخ ما شاء الله حلوه جدا، تمام. لو حابه ان انت تزودي اي توابل تانية مفيش اي مشكله، ممكن تحطي شطه اي حاجه، بس انا عشان عندي اطفال فما زودتش الشطه. فانا بحط الشطه لما اجي اطلع مثلا طبق ليا انا وجوزي، فبحط الشطه كده من بره. تعالوا بقى نشوف الرز المفلفل الخطير اللي انت شفتيه في الفيديو، حاجه كده ما شاء الله. هعدهولك بطريقه جميله جدا. بصي بقى انا كده حطيت معلقه من السمنه، وكمان حطيت شوية زيت كده حلوين، تمام. نزلت كده بالظبط بربع كيلو من الشعرية. ربع كيلو من الشعرية، ركزي كده معايا. هقلب الشعرية كويس جدا جدا لحد ما الشعرية تاخد معايا لون ذهبي حلو. ولازم يكون اللون بتاع الشعرية يكون موحد معايا، يعني ايدي فيها في التقليب. ما احطش الشعرية واقوم سايباها فتتحرق مني. الشعرية يا جماعة من الحاجات اللي بتاخد بسرعة، يعني بتستوي بسرعة، فما بتاخدش وقت، فخلي بالك. فيكون ايدك كده عليها في التقليب. شايفين ما شاء الله عشان ايدي عليها في التقليب فواخده معايا كده ما شاء الله لون واحد. فخلي بالك من الحتة دي عشان ما يتحرقش منك فيغير كده من طعم الرز. شايفين ما شاء الله اتحمر اهو معايا. تعالي بقى اقولك
الربع كيلو من الشعرية هتاخد قد ايه بالظبط من الرز، فيطلع معاكي كده جميل جدا والاتنين تحسوهم كده قد بعض. هنزل على ربع كيلو الشعرية هنزل بالظبط نص كيلو رز. تمام، يعني ربع شعرية نص رز، حلو جدا جدا وبيطلع مفلفل وجميل. هقلب بقى كله كده مع بعض لحد ما الرز كمان ياخد تحميصة بسيطة كده مع الشعرية. تمام، يعني ما بلغش كمان في التقليب، حاجة بسيطة كده. وهقلب وبعد كده هنضيف الشوربة بتاعتنا، شوربة الفراخ. هنزود الشوربة. طب انا عايزة اعرف الرز بياخد قد ايه شوربة. على كل كوباية رز كوباية من الشوربة، يعني تعادل. فخلي بالك من الخطوة دي عشان ما يعجنش منك. واحط طبعا الملح المظبوط. بعد ما نحط طبعا الملح هنقلبه كويس جدا عشان الملح ما يكونش في حتة واحدة. وبعد كده هعلي النار، واول ما ياخد هغطي عليه بعد ما اعلي النار، واول ما ياخد غلوتين 3 كده هوريكي دلوقتي. هغطي عليه النار اهو، انا كده دلوقتي معليه النار عادي. شايفين في الوقت ده هوطي النار شمعة واخليه بقى يستوي براحته عشان يبقى مفلفل معايا ويبقى جميل جدا. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. هنعمل ملوخية. انا يا جماعة نزلت مكعب من المرقة الفورية وحطيت الشوربة على النار. تمام، اخليها كده تسخن او تغلي معايا هنا الملوخية. هزود عليها. شوفي بقى التركة دي حلوة جدا جدا عشان ما تحطيش الملوخية على الشوربة على النار فتكلكع منك. فالخطوة دي مهمة جدا جدا وهتلاقيها كده مسهلة معاكي. هتضيفي كده الشوربة، شوية شوربة كده، يعني على حوالي كده كوبشتين كبار على كمية الملوخية. كمية الملوخية دي قد ايه؟ نص كيلو. حطيت كده حوالي كوبشتين كبار. فهدوبهم الاول كده على الاول بالشكل ده بالمعلقة، شايفين؟ واول ما الشوربة تغلي هتنزلي بيها بالشكل ده، هتقلبيها تقليبتين 3 وهتلاقيها فكت بكل سهولة. لان الطريقة دي حلوة جدا وهتسهل معاكي الملوخية فمش هتكلكع منك. جربيها كده وهتدعيلي. ولو في اي ريمة كده زيادة فاحنا بنشيلها، مفيش اي مشكلة خالص. هشيل الريمة الزيادة دي وتعالوا بقى نعمل الطشة الخطيرة. عندي كده معلقتين كبار من السمنة، واول ما السمنه تسيح معايا عندي بالظبط كده نص معلقه كبيره من الثوم المفروم. هقلب الثوم كويس جدا ومعايا كده رشه من الكزبره. الناس اللي بتحب الكزبره في الملوخيه حطي، مفيش اي مشكله، بتخلي الملوخيه زي العسل. هقلب بقى التومه وخلي بالك برضو ايدك فيها في التقليب عشان ما تتحرقش منك، لان التومه برضك من الحاجات السهله اللي ممكن تتحرق منك، ولو اتحرقت فهتغير من طعم الملوخيه. فاحنا مش عايزين ده، احنا يا دوب بس هنقلب كده لحد ما التومه تطلع ريحتها وتاخد لون ذهبي بسيط. تمام، فما نبالغش في السوا بتاعه التومه عشان ما تتحرقش مننا. فاحنا مش عايزين الحاجه تتحرق مننا او تبوظ مننا، فخلي بالنا من الخطوه اللي زي كده. شايفين ما شاء الله؟ بس كده هنجيب بقى الملوخية وبعد كده هننزل بها على الطشة على طول. لو وصلت لحد هنا يا قمر ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله. ادعولي بالله عليكم لان انا في كرب، فوالله العظيم مخنوقة قوي. ادعولي ان ربنا يسهلها معايا ويرحم ابويا يا رب. ربنا يغفر لك ويرحمك يا رب، عمري ما انساه ابدا. تعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل الفراخ ازاي. الفراخ دي يا جماعة خطيرة جدا. عندي كده بالظبط معلقتين كبار من الصلصة، زودت الملح المظبوط وكمان حطيت فلفل و7 بهارات. تمام، حطيت كمان 3 معالق من الخل، وكمان 1-2 معلقتين كده كبار من الزيت. تمام، هقلب بقى المكونات دي كويس جدا. ركزي بقى في الخطوة دي جدا.
هقلب كله كده لحد ما كله يختلط كويس جدا، وبعد كده هجيب الفراخ بتاعتي. تمام. بصوا يا جماعه، انا بحب احط الخلطه دي في الفرخه نفسها، يعني احشيها كده من فوق لتحت وادخلها في الفرخه نفسها. فانا بحب ان انا اشيل الدهن بتاع الفرخه احط الخلطه دي في الفرخه نفسها. فانا يا جماعه شلت الدهن خالص، لانه حرام هتحطيها في الدهن، فالاطفال بتشيل الدهن بالخلطه دي وبتشيلها وبترميها، صح ولا لا؟ فاحنا مش عايزين كده. انا شلت الدهن، تمام، وابتديت ان انا ادهن الخلطه في الفرخه نفسها من فوق ومن تحت بالشكل ده. تمام. فانا هعملهم كلهم بنفس الطريقه وبنفس الحكايه كده. شلت برضو الدهنه بالشكل ده، وابتديت ان انا بالفرشه كده، وابتديت ان انا احط الصلصه اللي انا عملتها قدامكم. جربي بقى الخلطه دي، والله العظيم يا جماعه خطيره جدا جدا وجميله، واحلى من المشوي اللي انت بتشتريه من بره. يعني حاجه انت منضفاها بايدك، وحاجه انت عاملاها نضيفه وجميله ببيتك، وما شاء الله حلوه جدا جدا، واخده لون خطير خطير قوي. هعملهم بقى كلهم بنفس الطريقه. تمام. بص انا بدهنها من فوق ومن تحت. تمام. عملتها كده كلها بنفس الطريقه، وهنحطها في الشوايه بس، مش هنولع الفرن، هنحطها في الشوايه بس. هنعلي الشوايه كده عادي خالص، وهنحطها في الشوايه طبعا، وكل شويه نبص عليها عشان ما تتحرقش قوي. تمام. شايفين الملوخيه بقت خطيره وجاهزه معايا؟ شايفين القوام؟ لا تقيل قوي ولا خفيف. الملوخيه معايا وسط بالشكل ده. شايفين ما شاء الله حلوه قوي. وكمان جهزت كمان الطبيخ بتاعي. شايفين؟ عشان اوريكم دلوقتي الطبيخ كمان، طبيخ البسله. اوريكم القوام بتاعه، هقلبه دلوقتي واوريكم القوام بتاعه. شايفين ما شاء الله خطير خطير، لا خفيف ولا تقيل. انا بصراحه كده ما بحبش الطبيخ يكون لايس زي ما بيقولوا كده، فانا بحب الطبيخ بتاعي يكون ايه، قوامه حلو كده، فلما تيجي تغمصي اللقمه كده يكون ايه اللقمه فيها القوام ده مظبوط جدا. ولا الرز المفلفل الخطير، شايفين؟ مفلفل وخطير. بصوا يا جماعه، نسيت اقول لكم، اول ما الرز يستوي معاكم وخلاص استوى، تقوموا حاطه بقى معلقه زبده او معلقه سمنه من فوق كده. شايفين ما شاء الله حلو جدا. انا بعد ما بيستوي بعمل الحركه دي. شايفين مفلفل وخطير. ولا الفراخ اللي تجنن. بص بقى بعد ما خدت لون بقى من فوق، شايفين؟ هقوم اقلبها الناحيه التانية عشان ما شاء الله يا جماعه اللون خطير. شايفين اللون؟ تعالوا بقى نقلبها الناحيه التانية عشان تاخد برضك لون خطير زي اللي انتوا شايفينه كده من فوق ومن تحت. فانا همسكهم بقى كده اهو واقلبهم كلهم بالشكل ده. حبايبي اللي وصلوا لحد هنا ما تنسوش تشجعوني وتدوسوا على اللايك، فتشجيعكم ليا هو اللي بيخليني اقوم واعمل عشان خاطر عيوني. هحطها بقى على الشوايه برضو عشان تاخد معايا اللون من تحت ومن فوق نفس اللون اللي انتوا شفتوه، وطبعا مع المتابعه المستمره. شايفين ما شاء الله بعد ما استوت حاجه كده ما شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.